الحمد لله رب العالمين. يا رب ما لي ذنوبي في الورى كثرت، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا قال العبد يا رب قد أذنبت، قال الله يا عبدي وأنا قد غفرت. يا رب قد عصيت، فيقول يا عبدي وأنا قد سترت. عبدي أحببتنا فأحببناك، وأطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، الذي قال فيه ربه وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن قول الله تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ ظنكم بربنا إيه؟ لا نظن فيك إلا خيرا يا الله. فما ظنكم برب العالمين؟ الأمل في الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ظن في ربنا خير، ظن في ربنا خير. ودايما المؤمن يتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ظن. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، وفي الغار ينظر أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله ويبكي ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. شوف الظن الطيب. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ومن كان الله معه لا تذل قدمه، ومن كان الله معه لا يخاف قلبه. لا تخف يا أبا بكر، إن الله معنا. النتيجة إيه؟ أتت السكينة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم. ولذلك شوف الأمل. لما ربنا سبحانه وتعالى بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، حينما نزل عليه جبريل وقال له: مرني يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين، أي أن أطبق عليهم الجبلين. كان بإمكان النبي يقول له: خلاص تنتهي المهمة بتاع جبريل. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم قال: لا يا جبريل، عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. فرد عليه جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم.
وفعلا وبالطبع أخرج الله من ظهورهم الرجال الذين قادوا الإسلام وأصبحوا قادة يقتدى بهم، عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. ظن سيدنا نوح يدعو قومه كام؟ ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ودعاهم سرا وجهرا ليلا ونهارا وما فيش. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مش سامعينه ما أجابوش الدعاء. قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا قال له إيه؟ اصنع الفلك. خلاص قبلت الدعوة يا نوح، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وعمل سيدنا نوح السفينة وركب في السفينة المؤمنين أهل الإيمان وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. لو ربنا قال وهي تجري بهم في جبال كالموج لجرت السفينة على اليابس، مشت على الرملة وعلى الصحراء، لكن قال في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال ده الأمر منتهي، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. برضو ما يئس، ما فيش يأس، لا يأس مع الصبر. سيدنا يعقوب يفقد ولديه، يفقد يوسف عليه السلام وبنيامين وفقد بصره، وفي الآخر ما يئس. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. شوف الكلام، شوف الظن الطيب بربنا. خلاص ما يئس سيدنا يعقوب، لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. خلي بالك الظن الطيب. وربنا رجع له أولاده ورجع له بصره ورجع له لأنه قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ربنا موجود، ربنا عليم وحكيم، لكن انت بتظن ازاي؟ ده ظن الأنبياء، مش ظن سيء، ده ظن طيب. سيدنا موسى ده بيحارب مين؟ موسى ده بيحارب من قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله، بيحارب فرعون. ولذلك سيدنا موسى بيتناقش مع القوم اللي معاه، الجماعة اللي معاه، قالوا له إنا لمدركون، ده فرعون هيطولنا وهيعمل فينا ما يعمل، هيفعل ما يفعل بنا يا موسى. سيدنا موسى يرد عليهم يقول لهم إن معي ربي سيهدين. اللي معاه ربنا حد جده؟ لا والله، ولا الإنس ولا الجن لو اجتمعوا. إن معي ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فرق، هي عصا موسى تقدر تفرق البحر؟ لا، ده بقدرة الذي يقول لشيء كن فيكون، ينفلق البحر ويمشي موسى هو واللي معاه، وبعد ما يعبر موسى ومن معه
يرجع البحر زي ما كان ويغرق الله فرعون ومن معه. ظن طيب. ظن ايه؟ ظن طيب. سيدنا ايوب في ماله، في اهله، ولده، في جسمه، ويعمل ايه؟ ييأس؟ لا ما ييأس. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ايه اللي يحصل؟ تيجي الاستجابه على طول. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى لمين؟ للعابدين. ابتلاءات، لكن الانسان عند الابتلاء يصبر. دايما المؤمن مبتلى. ما هو في فرق بين البلاء والابتلاء. البلاء ده لمين؟ دول العصاة، لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. إما الابتلاء ده للمؤمنين. لمين؟ للمؤمنين. سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. ما تجزعش، لأن ربنا هيديك، لأن ربنا حكم، وسيدنا النبي بلغ عنه: أي مصيبة حتى الشوكة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.